يعني انا محتاج اركز على الايجابيات اللي في حياتي، اديها اسلط عليها الضوء شويه، احوط نفسي بناس ايجابيه تشجعني، العب رياضه، واحقق شويه اهداف صغيره كده تفوقني وتعنشني وتخليني احس ان انا يعني اثق في نفسي شويه. طب وليه اتعب نفسي؟ طب ما افضل سلبي ليه؟ وانت ليه احنا محسسين الناس ان السلبيه فظيعه؟ طب انا لو فضلت سلبي ايه المشكله؟ يكفي حكايه الحاله النفسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني انت لو فضلت سلبي بالوقت هتخش في حاله اكتئاب، في تاثير على الانتاجيه، في تاثير على كل حياتك عموما كفرد في اسرتك الصغيره وكفرد في المجتمع. يعني انتاجيتك هتزيد لو انت ايجابي، فبالتالي لا هي مهمه. ده غير ان احنا لو قدرنا نكسر العادات السلبيه دي وبقينا ايجابيين، هتلاقي المجتمع بقى تعاون وفي شوية تسامح بدل الخناقات اللي بنشوفها كل يوم في الشارع دي. هتلاقي الناس بقت عندها نفس مفتوحة شوية إنها تساعد بعض، تتعاون مع بعض.